عارف إن القرنفل مش مجرد توابل بنحطها في الأكل أو الشاي. القرنفل ناس فاكرة إنه شجر عملاق ما بيطلعش غير في جزر بعيدة، لكن المفاجأة إنك ممكن تزرعه عندك في البيت ويكون عندك صيدلية وشجر ريحته تقلب المكان. النهاردة هقولك إزاي تزرع القرنفل من البذرة لحد ما يبقى عندك شجرة تديك مسامير القرنفل. بص يا سيدي، أول معلومة لازم تعرفها عشان ما تتغفلش: القرنفل اللي بنجيبه من عند العطار مجفف، يعني مفيش فيه جنين ميت، مش هيطلع لك زرع. علشان تزرع من البذور لازم تكون بذور طازة فريش، يكون لونها أحمر، أو تجيب شتلة جاهزة من المشتل. القرنفل بيحب الجو الموجود عندنا، جو مشمس بس مش شمس حارقة. لو هتزرعه في البيت حطه في مكان بيوصل له شمس الصبح بس، والتربة بتاعته لازم تكون خفيفة. القرنفل بيحب المية بس بدون تغريق. القرنفل مش زرعة يوم وليلة، الشجرة بتبدأ تطلع إنتاج أو مسامير القرنفل بعد 4 إلى 5 سنوات من الزراعة من البذور. أما في حال زراعتها من شتلة جاهزة بتنتج بعمر سنتين. وبيتم جمع القرنفل بعد خروج البراعم وتكون المسامير، بيكون لونها أحمر قبل ما تتفتح وتبقى وردة. ويصل إنتاج شجرة القرنفل من 2 إلى 4 كيلو قرنفل فريش كل سنة. والجميل إن الشجرة دي معمرة وبيوصل عمرها إلى 50 سنة وأكتر. لو عايز معلومة عن شجرة القرنفل أو أي شجرة عندك أو أي محصول زراعي اكتب له في التعليقات.